ازاي تكوني عارفة ان اختك جاية النهاردة وبتعشق محشي البتنجان والكوسة من ايدك؟ لا، ده انت لازم تقومي وتعمليه حالا. ويا سلام بقى لو مع بطاية جميلة كده متحمرة بالزبدة واللبن، حاجة عظمة. هي الاخت ليها ايه عند اختها غير ان هي تدلعها وتعمل لها الاكلة اللي بتحبها؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة وكملوا الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف هنعمل الجبروت ده ازاي. اول حاجه بقى هنعمل الصلصه في حله على النار. نزلت بشويه زيت حلوين وبعد كده هنزل بالبصل. طبعا كتري بصل على قد ما تقدري عشان يطلع مسكر معاكي وجميل. واول ما يدبل هنزل بعصير الطماطم وبس كده، وهسيبها تاخد وتدي مع بعضها عشان تتسبك كويس. نستغل بقى الوقت ده ونروح نقور المحشي البتنجان والكوسه. يلا بينا. هبدأ افرغها معاكم بالشكل ده. البتنجان لازم نرفع سمك الجوانب على عكس محشي الكوسة. بجد محشي البتنجان من احسن المحاشي المفضلة بالنسبة لي، وكمان هنعمله تركاية كده هتعلي الطعم جدا جدا. كده خلاص خلصته وغسلته كله وحطيته